ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهارده انا هعمل معاكم جمبري وجنبه شويه شوربه كده وشويه سلطه، طبق سلطه حلو ورز. فهعمل الحاجات دي كلها عشان وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت خالص معايا، عشان وقت رمضان بيبقى ضيق شويه، وانا يعني بحاول اعمل اكلات سريعه في رمضان بالذات، عشان اي ام مثلا عندها بيبي زي كده او اي يعني مفيش وقت خالص، تقدروا تعملوا اكلات بسيطه في نفس الوقت. هنجيب حله على النار ونحط فيها زيت، وهحط فيها توم مفروم. هكون غاسله الجمبري كويس قوي وشايله منه الكيس الرملي بتاعي ومنضفاه كويس قوي. هبدا احطه في الحله كده وهقلبه شويه. اول ما يتغير لونه هبدا احط الخضار بتاعي، وهكون مجهزه معايا فلفل الوان وبصل جوليان وطماطم وفلفل حامي وكمان جزر. هبدا احط كل ده واقلب الجمبري تقليبه كمان، وبعدين هبدا احط كمان كرفس وشبت هيدوا للشوربه طعم حلو قوي. التوابل بتاعتي بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره وعصره ليمون، وكمان هحط الليمونه، النص الليمونه اللي انا عصرته هحطها معاها، بيدي طعم حلو قوي للشوربه وبيخليها طعمها حلو. هبدا بقى اقلب كل ده شويه، وبعدين احط الميه بتاعتي على حسب طبعا الكميه اللي انت عاملاها، واول ما هيغلي هوطي عليه. اهم حاجه في الجمبري انه ما يستويش تماما، بيبقى ناشف سنه بس عشان تاخدي اكبر فايده منه، وفي نفس الوقت يكون طعمه حلو قوي. يعني هو الجمبري بصراحه ما بيتاكلش غير كده. اول ما يبدا يستوي طبعا ممكن تشيلي الجمبري وتضربي الشوربه دي في الخلاط، فهتديكي قوام تقيل شويه. وممكن تسيبيها زي ما انا سبتها كده، انا سبتها زي ما هي، يعني ما ضربتهاش ولا حاجه، كنت بضربها يعني ضربتها كذا مره، فقلت المره دي هسيبها كده حلوه قوي. والكرفس بيديها طعم حلو جدا. بجد جربوها وسهله وبسيطه ومش هتاخد وقت ان شاء الله، وجربوها بجد هتعجبكم. هسيب لكم كذا طريقه للجمبري كنت عاملاها كمان في اللينك تحت، جربوه. انا عملته هنا جنبه شويه رز كده، وكنت عايزه اجرب بصراحه الملوخيه بالجمبري، فقلت اعمل طبق صغير كده. بس وده شكله النهائي، وبجد حلو قوي، جربوه هيعجبكم جدا. وهستنى رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، ولو في اي حاجه سيبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم.